بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يشارك الرجل في بناء الوطن، والمرأة هي نصف المجتمع العالمي. ولو أردنا إكرام المرأة لهيأنا لها الظروف التي تجعلها تتمتع بالحقوق التي منحها لها الله سبحانه، وهذه هي المساواة الحقيقية. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال نبينا الكريم: النساء شقائق الرجال، صلى عليك الله يا عالم الهدى. وقال أيضا: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وقعت الاتفاق على الاسماء، وقعت ياسر مفاوضات. دونك في المفاوضات هذه نحاولوا انه نمسكوا اكثر ما نجموا انه نكونوا في مراتب القدام، خاطر وقت مش يلقاو منا احنا ديجا ما فماش ثقه في النفس، ما فماش نديه، هما هيك يحبوا. دونك لكن العمل يكون متعاون فيه ايجابيه للطرفين، هيك هو اللي نسعوا له، لا فيه ضرر ولا فيه نفع من شيء واحده، وربي يوفق الناس الكل. ذلك عبد الفراج في كتاب الحريه في ادب المراه الذي استعرض فيه منتجات الادبيات العربيات من ليلى بعد بكي وما بعدها، وتبين له ان الحريه عند المراه العربيه كما قدمتها الادبيات العربيه انما هي عبر اباحه جسدها. وبالتالي وجدنا أننا نبحث عن الحرية، فإذا نحن نغمس المرأة في البؤس وفي تكريس اختزال كيانه إلى حدود جسدها، ما وجدت المرأة عندنا لا مع زوجة شهريار ولا مع ورثاتها من ثقافة الانحطاط، مختزلة مختصرة مسجونة في جسدها الذي لا يراد له أن يبرز في الفضاء العام، فكانت عند زوجها أو شيء من هذا القبيل. جاءت ثقافة التغريب لتفكر وتنظر للمرأة من نفس المنظار وبزاوية إخراج جديد لا أكثر ولا أقل، فإذا هي سلعة تباع بالمجمل. أو أعادت شهرزاد للمرأة عندنا إنسانيتها. شهرزاد أعادت للمرأة كيانها العاقل. شهرزاد أبرزت المرأة كطرف يفهم الحياة كلها وله موقف من هذه الحياة. شهرزاد هي مرحلة جديدة في ثقافتنا، لكن الانحطاط غمر هذه الصورة وأبرز صورة أخرى. جاء التغريب ليكرسها. آن لشهرزاد أن تقف مرفوعة الرأس تتحدث للعالم، تبرز نساءنا شهرزادات كثيرات مبدعات مفكرات صاحبات رأي. هيا كرمان من اليمن، هذه شهرزادنا الجديدة، ومن ورائها شهرزادات كثيرة. أخواتي كلنا في المجلس الوطني التأسيسي حاضرات في كل مجالات عمل هذا المجلس، وبالمناسبة الكتلة الوحيدة اللي في تعداد أبنائها داخل الكتلة تقريبا مناصفة.
معنا 89 نائب من حركة النهضة، فينا 41 أخت، أما أدعياء النسوية والدفاع عن المرأة فالوضع مختلف. لكن حضور نساء النهضة يماثل تقريبا حضور رجال النهضة داخل مجلس الوطني التأسيسي، وهذه رسالة مهمة جدا لمن يريد أن يكون صادقا ونزيها في قراءة المشهد التونسي. هذه رسالة أولى. رسالة ثانية كذلك هذا الحضور يكاد يكون مناصفة في لجان عمل المجلس. هذه الأرض المعطاء شاعرات محترفات وهاويات، نقدم منهن أنموذجا رائعا في هذه الومضات الشعرية السيدة المربية الشاعرة الهاوية عائشة عياد فلتتفضل. الشهيد لهف نفسي على عزيز حين شاع نعيه بالأمس، يا شهيد